اهلا بيكم وفيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن حاجه مضايقاني جدا جدا جدا. اشترك في القناه وفعل زر الجرس وتعالى لي. كنا بنقول من فتره ان جمهور الاهلي ما بيفهمش كوره. لا معلش، النهارده حد منشن لي عن واحد اهلاوي قال لي اتفرج الاستاذ ده بيقول ايه. دخلت اتفرجت ويا ريتني ما اتفرجت. الباشا بيقول اقاله كولر. تخيل الاهلاويه بيقولوا عايزين يمشوا كولر. ليه تفتكروا ليه؟ عشان خاطر بيلعب مجدي قفشه. تخيل مجدي قفشه اللي جاب لهم اهم جون واهم بطوله في تاريخ النادي الاهلي، بيقولوا عليه ان كولر عنيد عنيد وبيلعب قفشه. امال احنا نعمل ايه في العنيد اللي عندنا اللي بيلعب السيسي وروق او دونجا مع بعض؟ نعمل ايه؟ متخيل؟ طب اقول لكم على حاجه. انتوا عارفين ان لو قفشه ده كان بيلعب في الزمالك وهو اللي جاب الجون ده، كان زماننا جايبين له 4 عبيد اللي هم السمر البادي بيلدينج دول، بيشيلوه كده وينزلوه الاستاد ويخرجوه من الاستاد وما يتمرنش. والله زي ما بقول لكم، احنا لغايه النهارده من 29 سنه بنحتفل بهدف ايمن السوبر. يعني في ناس متجوزه ومخلفه وعندها عيال وما يعرف ما شافش الجون اصلا بتاع ايمن السوبر، والناس لسه بتحتفل بيه. فيا جدعان حرام، والله العظيم حرام اللي بيحصل فينا ده. كنا عمالين نقول ما بيفهموش كوره ما بيفهموش كوره، طلعوا بيفهموا كوره. بصوا الضغط، عايز كولر اللي ما اتغلبش ولا ماتش في الدوري وما اتغلبش الا ماتش واحد في افريقيا، عايزه يمشي. وانت متخيل؟ عايزه يمشي عشان ايه؟ عنيد. اصله بيلعب قفشه بقاله ماتشين وقفشه وحش، واحنا صابرين وطافحين المرار مع البروفيسير. يا جدعان عايزين نغير فكرنا، والله العظيم عايزين نغير. اقول لكم على حاجه، نفسي جمهور الزمالك يبقى زي جمهور الاهلي. بص، مصدر الضغط على المدرب ده انه يمشي، ومصدر ضغط للمدرب اللي بعده يجي لازم يمشي لو ما عملش اللي هم عايزينه. شايفين الضغط؟ شايفين الضغط على المدرب، على اللعيبه، على الاداره؟ ما بيفوتوش. انا نفسي يبقى احنا كده، والله العظيم لو بقينا كده هنغير الدنيا كلها، وبص هناخد كل البطولات. اشوفكم فيديو جاي.